ممنوحين لا خيار لهم سوى تلقف ما يقره المانحون. بكائية أين نحن التي كانت ملخص اللقاء الذي دار بين وزير خارجية الجزائر مع وزير خارجية جمهورية تندوف. شكرا لكم، خلصنا. باسكو لأنه خليو الجماعة راي اعتذر على قساوة المشهد صراحة، أنا حاس بكم، لكن لابد لنا أننا نشد على قلوبنا ونكمل الكلام رغم قساوة المشهد، رغم صعوبة هذه الصور، رغم قوة الكلمات التي تخلي الدم تاع الإنسان، القلب تاع الإنسان يبكي دما، لكن لابد أن الحياة تستمر رغم أن الصحراء مغربية رغم أن القضية ما زالت في الأمم المتحدة. راني غلطت، راه بزاف راه كل يوم يعترفوا وانا بعد تخلطت لي، بانت لي حقيقة. فرنسا اعترفت، اسبانيا، فنلندا، زادت الولايات المتحدة الأمريكية. ما كنتش نستنى منهم أنا، خصوصا السفيرة الأمريكية تقول لك حقيقة تاريخية. دونك كيفاش نديرو؟ نكملوا برك شو ولا بهذا الخصوص، سواء على مستوى مجلس الأمن أو على مستوى الجمعية العامة للمنظمة الأممية. كما تطرق الطرفان خلال ذات اللقاء إلى عدد من الملفات المتعلقة بالأجندة القارية في إطار الاتحاد الإفريقي، وكذا الشراكات التي تربط المنظمة القارية بمختلف الفاعلين الدوليين، وهي الشراكات التي أكد لقاء أكرا الأخير على ضرورة احترامها لمبدأ الشمولية والنؤي بها عن نهج الإقصاء والانتقائية والتمييز بخصوص العضوية. عيبكم باللي النظام تاع مرضى كنت تسمعوا في الكلام ولا ما كنتش مركزين؟ نتوما تاني اللي يعول عليكم راه يبات برا، ها مركزين واش راهم يقولوا ولا لا؟ البكائيه اللي كنا نسمعوا فيها تاع اين نحن، على بالي القوه تاع الكلمات راهي شويه خلات الانسان ما يركزش في المحتوى. بكائيه اين نحن قاعد يقول فيها احمد عطاف بانه تم اقصاؤنا، ولما يقول إقصاؤنا راه يحكي على جمهورية تندوف التي تم منعها من المشاركة في الاجتماعات بين الاتحاد الإفريقي والشركاء الاقتصاديين. وهنا الملخص تاع اللقاء تاع أحمد عطاف مع وزير الخارجية تاع جمهورية تندوف يقول بأن الاجتماع تاع أكرا أكد على مبدأ عدم الإقصاء. واحمد عطاف في أكرا كان يبكي لأنه يقول تم معاملتنا كالممنوحين. ما فهمتش انا الدار على بالك عادوا يحطوا الشعب هذا مستحمر، ولو انهم في فئه صراحه يعني ما نكذبوش على بعضنا. لويزا حنون راهي قالت شعب مغيب فاقد للاهليه، ماشي انا اللي قلت، لويزا حنون. تبداوش تشكيو عندي انا، لويزا حنون والحقره. مي النظام الجزائري راه يعامل في الشعب هذا على اساس شعب فاقد للاهليه. كيفاش يقول لك انت درت البكائيه تاعك في اكرا وكي تجي الجزائر تقول لهم رانا الاجتماع تاع اكرا اكد على مبدا عدم الاقصاء وعلى مبدا مشاركه. عاودوا سمعوها، عاودوا المقطع هذا برك، الطرف هذا برك، باسكو سي انكرويابل. وساعه ساعه على بالك وتحب تقول واش راهم يديروا الناس هادو. وهي الشراكات التي أكد لقاء أكرا الأخير على ضرورة احترامها دي أكرا راهي أكرا لمبدأ الشمولية والنؤي بها عن نهج الإقصاء والانتقائية والتمييز بخصوص العضوية فيها. اجتماع أكرا أكد على هذا.
ما فهمتش نتوما شفتوا نفس الاجتماع، نتوما ما شفتوش احمد عطاف نفسه اللي من بعد يجيو الجزائر يكذبوا على الشعب. ماشي انكرويابل الناس هادو، يهوز الله بلا مواقف لا حبه حمص في الراس. ولو انه صراحه اني قلت لكم مره اخرى ما على باليش على متلوم على النظام ولا على الشعب، اللي راه النظام يعتبر بانه الشعب راح يصدق، وصراحه راه يتمر الامور هذه. لو كان ماشي نتكلموا عليها هنا راه واحد ما يتكلم على التفاصيل هذه، لهذا هما يفوتوش يحبوا فوت برك الفكره اللي يخرجوها يفوتوها. خصنا نشوفوا احنا في نفس الوقت اللي راهو احمد عطاف يحكي على جمهورية تندوف، وهذا هو الموضوع. احنا موضوع جمهورية تندوف هذا رانا كل مرة نحكيو عليه، راهو موش هذا الامور رانا متولهين بها. نعاودو نرجعو ايام في نهاية شهر جويلية. روحوا تسمعوا معي واحد اللقاء اللي كان لخليفة حفتر. أكد قائد الجيش الوطني ليبي خليفة حفتر خلال استقباله نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيكييفكيروف أهمية تطوير العلاقات بين ليبيا وروسيا، خاصة في المجالات العسكرية والاقتصادية. قالت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان على منصة إكس إن نائب وزير الدفاع الروسي أشار إلى مساهمة بلاده في تطوير قدرات الجيش الوطني في مجالات التدريب ورفع الكفاءات، والتأكيد على التعاون المشترك لحماية هذه كانت في 2 جوان. نائب وزير الدفاع الروسي متواجد في ليبيا مع المشير خليفة حفتر يتكلم على تعزيز التعاون العسكري. هذه برك باسكو لانه ولو انه هذه الامور تبان لي بديهيه، يعني لما نتكلم على المواضيع، لانه كثروا شويه انصار النظام. اليوم دخلت حتى الرسائل نلقى يقول لك كنت تكذب وما كانش مشكل بازمه دبلوماسيه بين الجزائر وروسيا، والتحرك تاع قوه خليفه حفتر ما عندوش علاقه بالموضوع وغير ذلك. نائب وزير الدفاع الروسي كان في تركيا، عفوا في ليبيا. تركيا راهي مع الجهه الاخرى، تركيا 2 جوان. الايام هذه اسابيع من بعد، ولو انه العمليه بطبيعه الحال راه يتم التحضير لها منذ اسابيع، العمليه ما تصراش في بين عشيه وضحاها. طاك مباشره ها ما حدث يا جماعه. حفتر والحقره نصر النظام قال لك مازالوا برك في حكايه هذه، حكايه الحمايه المدنيه راهي من وقت بوتفليقه. وحنا ولو كانوا حفتر ويجي ونبعثوا له الحمايه المدنيه يا خو، حنا الشهداء يا خو. راك تعرف انصار النظام ويضلوا يتبعوا في المهابيل. ما على بالهمش باللي الاشكاليه راهي ماهيش في قوه تاع المشير خليفه حفتر ولا اللي هي موضوعها داخلي. المشكل هو انه حنا خلقنا ازمه مع روسيا. النظام الجزائري منين ينوضوا الصباح ما يخمموا، ما عندهم عقل، ما عندهم رؤيه للبلاد، ما عندهم ادراك بالتحديات تاع الامن القومي. لانه الحدود لما تشتعل ماشي هما اللي يضلوا تما مطايشين، الوليدات تاع الشعب هذوك اللي ما عندهم حتى امكانيات. هذه هي الحقيقه. تروح انت من دون اي فائده. هي القضيه راهي بدات. الناس اللي تتابعوا راكم متابعين الامور هذه بتفاصيلها، لكن تتذكروا من نهار تكلمنا على الموضوع تاع استقبال الرئيس المعين تبون لمحمود ديكو، وكان تبون مع مدير المخابرات جبار مهنا. هذيك القضيه اللي الى يومنا هذا تطلع للسما تهبط ما تقدرش تفسرها. سي خونا يعتبر كإنسان كإرهابي عند السلطات المالية. احنا دائما ما كانت في وقت البوتفليقية دائما ما كان واحد السياسة تاع العلاقات الودية مع مالي ايا كانت النظام، سواء النظام انقلابي سواء منتخب سواء كان دائما، لانه مالي مهمه جدا بالنسبه للامن القومي تاع الجزائر. تروح انت تستفز من دون اي سبب.
يشغل مالي، وقالها وقت الناطق باسم الحكومة الانتقالية في مالي، قال لك وكأنه مالي تستقبل فرحات مهني زعيم حركة الماك. واحد قال لي فين راك؟ راني في الزنزانة رقم 5,630,000 عند المخابرات التركية، راهم خلاوني ندير لايف قبل ما يرحلوني للجزائر العاصمة. انتظرونا عن قريب. دونك دير خطوة مثل هذه، قلت لك قال لهم رئيس الحكومة الانتقالية في مالي تستقبلوا محمود ديكو كاستقبال، وكأنه مالي استقبلت فرحة مهني زعيم حركة الماك. نفس الشيء. ما وش كانت النتيجة؟ مالي أوقفت العمل باتفاق الجزائر، مالي استدعت السفير الجزائري مسحت به الأرض، مالي سحبت السفير، مالي ورئيس الحكومة الانتقالية في مالي وصف النظام الجزائري بأنه داعم للإرهاب، وهي حقيقة لأنهم صاروا يدعموا تنسيقية الأزواد التي تحالفت مع الدواعش. ومن بعد جات القضية هذه تاع تنزيواطين، الجيش المالي برفقة مجموعة فاغنر كانوا في عملية من أجل إعادة السيطرة على مدينة تنزيواطين المالية، إنه كاين مدينة تنزيواطين الجزائرية وكاين المالية، رايحين في رحمة ربي. قال لك إرهابيين درك نتعاملوا معاهم نبعثوهم الجنة ونعاودوا نرجعوا الأمن في مدينة تنزيواطين. بصح لقاوهم باللي ماشي إرهابيين عاديين، باللي عندهم دعم جوي، غطاء جوي، لقاوهم باللي عندهم أسلحة ثقيلة، لقاوهم باللي معاهم المخابرات الأوكرانية. وهذه تاع المخابرات الأوكرانية راهي ماشي واحد كي يسمع يقول لك المخابرات الأوكرانية في تنزيواطين، هذه راهي مالي قطعت العلاقات مع أوكرانيا. مدير الناطق الرسمي باسم المخابرات الأوكرانية أكد بأنه كان هناك تعاون بين تنسيقية الأزواد وبين المخابرات الأوكرانية. سفير أوكرانيا في السنغال تم استدعائه من طرف وزير الخارجية السنغالي من أجل مساءلته حول مشاركة منشور تاع هذا مدير المخابرات الأوكراني اللي يقول فيه بأنهم دعموا تنسيقية الأزواد. ومالي بطبيعة الحال سحبت السفير. دونك النظام الجزائري يفتح المجال للمخابرات الأوكرانية أنها تدخل تنزيواطين، خطوة غير مفهومة تماما، غير مفهومة. واحد كاتب لي تحيا عمو السنوار، درك السنوار تاني عمكم تبون، عمكم شنقريحة، عمكم السنوار، عمكم خامنائي، كامل عمومكم. نزيدو نكملو مع ليبيا وبعدا حرب. عبر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر